في أطفال لما بيقعوا وهم بيتعلموا المشي ما بيقولوا أنا واضح إني مش هعرف أمشي. لأ، بيقوموا ويقعوا ويقوموا تاني. الغريب إننا لما كبرنا بقينا نعمل العكس. مع أول محاولة بقت كفاية علشان نحكم على باقي عمرنا. أنا ما أقدرش، أنا مش ذكي، أنا مش هعرف أحفظ أو أعرف لغة، أنا مش بعرف أتكلم. وكأن محاولة واحدة بقت محكمة وحكمها نهائي. بس مين قال إن المحاولة الأولى ينفع تكون الحكم الأخير؟ والسؤال الحقيقي مش ليه بنقول أنا مقدرش، السؤال هو إمتى اتعلمنا نقولها أصلا. اسأل نفسك إمتى كانت أول مرة قلت لنفسك أنا مقدرش. يمكن تفتكر موقف حصل من أسبوع أو من شهر، لكن أنا مش بسألك عن آخر مرة، أنا بسألك عن أول مرة. لأن الجمل الكبيرة نادرا جدا لما بتتولد كبيرة، بتبدأ كهمسة. يمكن طفل حاول يجاوب في الفصل غلط فالأطفال ضحكت عليه، ويمكن بنت رسمت رسمة وحد قال لها على فكرة انتي مش شاطرة في الرسم، انتي ما بتعرفيش ترسمي. ويمكن شاب دخل مقابلة الشغل واترفض مع ان الموقف خلص، ولكن الجملة ما خلصتش. في الأول كانت أنا معرفتش المرة دي، وبعد شوية بقت أنا معرفش، وبعدها أنا مقدرش. شايف اللي حصل؟ الحدث هنا اتحول لهوية، وده أخطر اختصار بيعمله عقلنا. آدم كان فاكر إنه بعد الحلقة اللي فاتت كل حاجة هتبقى أسهل. قال لنفسه خلاص هسأل السؤال الجديد وهبدأ. وفعلا جه فتح اللابتوب، كان عايز يقدم على شغل، قعد يقرأ الإعلان وخلص السي في ووصل عند زرار إرسال ووقف. إيده كانت على الماوس لكن ما ضغط. في اللحظة دي سمع صوت مش جاي من الأوضة ولا من اللابتوب، كان جاي من جواه. انت تتقبل؟ تفكر نفسك مين؟ فقفل اللابتوب. وبعد ما قام وبدل ما يقول أنا خفت، قال أنا ما أقدر. لاحظ حاجة، آدم ما قالش أنا مش قادر دلوقتي، هو قال أنا ما أقدرش. كأن هي حقيقة، كأنها قانون، كأن حد كتبها في شهادة الميلاد بتاعته. ولكن مين قال؟ مين قرر وإمتى؟ خليني أقولك على حاجة يمكن أول مرة تسمعها بالشكل ده. العقل بيحب يحول الأفعال لهويات، فلو فشلت مرة هيفضل يقولك أنا فاشل، لو نسيت حاجة يقول أنا غبي، لو خفت يقول أنا جبان. رغم إن الحقيقة أبسط من كده بكتير. أنت فشلت لكنك مش الفشل، أنت خفت لكنك مش الخوف، أنت لسه بتتعلم. لكن ليه العقل بيعمل فينا كده؟ ليه موقف واحد يقدر يقنع إنسان إن هو عاجز؟ وليه في ناس بعد 10 محاولات فاشلة يحاولوا للمرة ال11؟ وفي ناس بعد أول محاولة يقرروا إن اللعبة انتهت؟ الإجابة مش في قوة الإرادة ولا في الثقة بالنفس. الإجابة مستخبية في تجربة اتعملت من أكتر من 50 سنة، وتغييرها غير الطريقة اللي علماء النفس فهموا بيها مفهوم العجز. فماذا لو كان شعورك بالعجز شيء اتعلمته؟ فطالما اتعلمته هل ممكن تتعلم شيء مختلف؟ تعالوا نشوف. لو جبت طفل صغير وحطيته قدام علبة مقفولة هيعمل ايه؟ هتقولي حاول يفتحها مرة، اتنين، و10. يمكن يزقها، يمكن يلفها، يمكن يعضها، يمكن يضحك، ولكن هيفضل يحاول. ليه؟ لأنه لسه ما تعلمش الاستسلام. فيبقى السؤال إمتى بيتعلم نقول خلاص مفيش فايدة؟ في أواخر ال60 كان في عالم نفس اسمه مارتن سليجمان عمل مجموعة من التجارب علشان يفهم حاجة. ليه في ناس أول ما يقابلوا مشكلة يحاولوا وفي ناس يستسلموا بسرعة؟
فالنتيجة اكتشف إن الكائن الحي لما يمر بتجارب كتير يحس فيها إن مفيش أي حاجة هيعملها هتفرق، يبدأ يتعلم إن المحاولة نفسها ملهاش معنى حتى لما الفرصة تبقى موجودة قدامه. فالعلماء سموا ده العجز المتعلم. يعني إيه؟ العجز المتعلم ده مش معناه إن الإنسان عاجز، ولا معناه إن قدراته راحت. هو معناه إنه اتعلم يصدق إنه عاجز، وده فرق كبير جدا. تخيل معايا واحدة طول الطفولة بتاعتها كل ما تيجي تعبر عن رأيها حد يقطعها، كل ما تحكي حد يسكتها، وكل ما تطلب حاجة يتقال لها اسكتي، مش وقته، انتي فاهمة غلط. فبعد سنين لما يسألها ايه رأيك في الحاجة الفلانية، يمكن تقول ما عنديش رأي، عادي، ليه يريحكوا، شوفوا انتوا. فهل فعلا ما عندهاش رأي؟ لا، هي عندها، ولكن عقلها اتعلم إن الكلام مش هيغير حاجة. وده أخطر جزء في العجز المتعلم، لأنه بيتنكر في شكل منطق، يعني يخليك تحس إنك واقعي وإنت في الحقيقة تحكم على المستقبل بناء على الماضي. تعالوا نرجع لآدم بطل قصتنا. آدم كان فاكر إنه بيتكلم عن الواقع لما قال أنا ما أقدرش، لكن لو سألناه إزاي قدرت، إزاي عرفت، غالبا هيحكي مواقف قديمة، محاولات فشل، أبوه قال له مرة أنت مش هتكمل حاجة، مدرس اتريق عليه، صاحب فضل يتنمر وشكك فيه. مع كل موقف كان نقطة، ومع الوقت آدم وصل النقط دي ببعض ورسم منها جملة أنا مقدرش. ولكن هل 5 مواقف في حياتك يكفوا يحكموا على باقي عمرك؟ يعني احنا لو طفل وقع وهو بيتعلم يمشي، خلاص مش هنقول واضح انه مش هيعرف يمشي، بنقول انه لسه بيتعلم. طيب ليه لما احنا بنقع الجملة بتتغير؟ ليه نقول انا فاشل بدل ما اقول انا لسه بتعلم؟ يمكن لاننا نسينا ان الانسان مش بيتولد عارف كل حاجة. ولكن لو العجز هو شيء اتعلمناه، يبقى فيه سؤال مهم جدا: مين اللي علمه لنا؟ والأهم، هل ينفع نتعلم غيره؟ تعالوا نشوف. في حياة آدم ما كانش فيه شخص واحد قال له أنت ما تقدرش، ولكن كان فيه مئات اللحظات الصغيرة اللي علمته إنه يصدق الجملة. فهل تفتكر أول مرة حكمت فيها على نفسك؟ غالبا هتقولي لأ، لأن الأحكام الكبيرة مش بتيجي في يوم وليلة، هي بتيجي بالتراكم. فآدم كان عنده 9 سنين وكان بيحب العلوم جدا جدا، مش لأنه أشطر واحد، ولكن لأنه كان بيحب يفهم. ففي يوم من الأيام المدرس سأل سؤال، فآدم رفع إيده بسرعة، كان متحمس جدا وقال الإجابة، وغلط. الإجابة كانت غلط، فالفصل كله ضحك عليه، والمدرس قال له واضح إنك كنت سرحان. الجملة كانت بسيطة جدا وخلصت، والدرس خلص واليوم خلص. ولكن اللي مخلص هو الحوار اللي بدأ جوه آدم. في المرة اللي بعدها جاي يرفع إيده وبعد كده نزلها، المرة اللي بعدها ما رفعهاش أصلا، مش لأنه بقى أقل ذكاء، ولكن لأنه بقى أقل أمان. بعدها بسنين في الجامعة الدكتور لما جه يسأل سؤال آدم، مع إنه كان عارف الإجابة ولكنه سكت. بعد الاجتماع الأول في شغله كان عنده اقتراح لازم يقوله، ولكن قال لنفسه بلاش، كده كده مش هتفرق. فشايف اللي حصل؟ المشكلة ما كانتش في الوظيفة، ولا في الاجتماع، ولا حتى في الدكتور. المشكلة إن عقل آدم كان لسه عايش في الفصل وهو عنده 9 سنين. وده بيحصل لناس كتيرة قوي. يمكن أنت مشكلتك ما كانتش في المدرسة، يمكن كانت في البيت. فكل مرة كنت تقول أنا زعلان يتقالك كبر دماغك، كل مرة تعيط يتقالك بطل دلع، كل مرة تحاول حد يقولك سيبها، انت مش هتعرف، انت كده كده فاشل. مرة ورا مرة ورا مرة الصوت الخارجي يسكت خالص، ولكن يبدأ صوت جديد جواك. الفرق الوحيد إنه بقى بيتكلم بصوتك أنت، وده أخطر حاجة.
لإنك لما تيجي تسمعه هتفتكره الحقيقة، مع إنه مجرد صدى لناس قديمة. فخليني أقول لك جملة يمكن تغير طريقة بصتك لنفسك. الناقد الداخلي مش بيتولد معاك، هو بيتكون من أصوات سمعتها كتير لحد ما افتكرتها صوتك. وده يفسر إن ليه ساعات لما تغلط غلطة بسيطة تفضل تقول لنفسك كلام عمرك عمرك في حياتك ما هتقوله لحد بتحبه. ليه ممكن تسامح غيرك ولكن تعامل نفسك بقسوة جديدة جدا؟ باختصار لأن الشخص اللي بيتكلم جواك مش دايما انت، لكن لو الصوت ده اتعلمته فهل ينفع تعلمه يتكلم بطريقة تانية؟ قبل ما نغير صوت الناقد الداخلي لازم نكتشف سؤال: هل فعلا كل الناس اللي نجحت كانوا واثقين من نفسهم من البداية ولا لأ؟ فعلشان نجاوب خليني أحكي لك موقف يمكن حصل معاك ويمكن حصل مع آدم. تخيل اتنين بدأوا يتعلموا لغة جديدة. أول واحد حاول يتكلم فغلط، فالناس ضحكت عليه. رجع البيت وقال واضح إني مش هعرف أتكلم، فالتعليم ملوش لازمة، فوقف تعلم اللغة. والتاني عمل نفس الموضوع وغلط وبرضه الناس ضحكت عليه، ولكن رجع البيت وقال واضح إني لسه في البداية محتاج أتعلم حاجات تانية. صحي تاني يوم وجرب مرة تانية. الفرق بينهم ما كانش في الذكاء ولا كان في الحظ ولا حتى في الموهبة. الفرق كانت في الجملة اللي قالها كل واحد فيهم لنفسه بعد أول مرة فشل فيها. ففي ناس أول ما تغلط تعتبر الغلط ده حكم نهائي، وفي ناس تشوفه معلومة ودرس يتعلموا منه. وده فرق بسيط جدا، ولكن النتائج بتاعته ممكن تغير حياة كاملة. عندنا في علم النفس الباحثة كارول دويك قضت سنوات بتدرس السؤال بتاع ليه في ناس لما تيجي تواجه صعوبة تنسحب، وفي ناس تشوف الصعوبة جزء من التعلم. واكتشفت إن الفرق كان في الطريقة اللي الإنسان بيفسر بيها الغلط. فلو شفت الغلط دليل إنك فاشل هتتجنب المحاولة، إنما لو شفته دليل إنك بتتعلم هتكمل. فصديقنا آدم بعد ما قفل اللابتوب كان مقتنع إنه أثبت لنفسه إنه ما يقدرش. ولكن لو رجعنا للمشهد هتلاقي حاجة غريبة جدا: هو أصلا ما قدمش. يعني إزاي عرف إن هو هيفشل في حاجة هو أصلا ما عملهاش؟ علشان كده لازم تكون عارف إن عقلك بيعمل إيه. عقلك أوقات بيعتبر الخوف دليل، ويعتبر التردد حقيقة، ويعتبر التوقع نتيجة، رغم إن ولا واحدة فيهم حصلت. فاسأل نفسك كم مرة قلت لنفسك أنا مش هعرف قبل حتى ما تجرب؟ وكم مرة بعد سنين اكتشفت إنك كنت قادر ولكن أنت اللي مديتش لنفسك الفرصة؟ يمكن ما كانتش الموضوع أو المشكلة في قدراتك، يمكن المشكلة إنك كنت مستني تحس بالثقة قبل ما تبدأ. ولكن أصدمك اللي حاجة ناس كتير اكتشفوها بعد سنين: إن الثقة نادرا ما بتيجي قبل المحاولة، هي في الغالب وبالتأكيد بتيجي بعدها. يعني مش بعد أول مرة ولا تاني مرة، ولكن بعد ما تثبت لنفسك إنك تقدر تتعلم. فالمشكلة مش في جملة أنا مقدرش، الجملة الأخطر منها لو أنا عارف نفسي. الجملة دي بتقفل الباب خالص. أما جملة أنا لسه بتعلم فهي بتسيب الباب مفتوح. ولكن لو كل ده بقى حقيقي، إزاي نرد على الصوت اللي جوانا في كل مرة يقول لنا أنت مش هتعرف؟ كلنا عارفين في أول حاجة قلناها إن الطفل بيتعلم يمشي مرة واتنين وعشرة. تمام؟ ليه بقى إحنا لما نيجي نقع بنتعامل مع نفسنا بطريقة عمرنا ما هنعامل بيها الطفل؟ ليه أول غلطة تبقى أول حكم؟ يمكن لأننا اتعلمنا إن القدرة إما موجودة أو مش موجودة، ولكن القدرة بتتبني. يعني آدم قعد قدام اللابتوب تاني يوم، نفس الوظيفة ونفس الإعلان ونفس زرار الإرسال، والأول مرة قبل ما يسمع صوته القديم
سبق نفسه وقال يمكن أنا لسه بتعلم. يعني ما قالش أنا هتقبل ولا أنا جامد ولا أنا واثق. الجملة كانت هادية وبسيطة جدا، ولكن هي عملت حاجة أغرب. الصوت اللي كان بيقول أنت ما تقدرش ما اختفاش طبيعي، ولكن بقى فيه صوت تاني لأول مرة يظهر. صوت بيقول له طيب يا عم خلينا نجرب. فأنت شايف الفرق؟ احنا ساعات مستنيين اليوم اللي الخوف فيه يختفي، ولكن يمكن اليوم ده عمره ما هيجي. والخبر الحلو إنه أصلا مش لازم يجي، لأن الشجاعة هي مش في غياب الخوف، والتعلم مش معناه غياب الغلط. التعلم معناه إنك تبطل تعتبر كل غلطة دليل ضدك، وتبدأ تعتبرها دليل إنك لسه في الطريق. فتخيل إنك لسه بتتعلم تعزف على البيانو مثلا، فأول مرة هتلاقي صوابعك هتتلخبط، تاني مرة يمكن أقل شوية، ولكن بعد 100 مرة هتعمل حاجات كنت مستحيل تتخيل إنك هتعملها في يوم من الأيام. مش لأنك اتولدت إنك عازف وبتعرف تعزف بشكل كويس جدا، ولكن لأنك فضلت تتعلم. فليه إذن لما الموضوع يبقى عن شخصيتنا أو شغلنا أو حياتنا نطلب من نفسنا الإتقان من أول محاولة؟ يمكن ده أكبر ظلم عملناه لنفسنا، إننا طلبنا منها نتيجة شخص بروفيشنال وإحنا لسه في أول درس. آدم ما كانش محتاج يثبت إن هو قادر، هو كان بس محتاج يبطل يثبت لنفسه إنه عاجز. وفي اللحظة دي لما ضغط على زرار الإرسال، هو ما كانش ضامن النتيجة، ولكن لأنه أخيرا فهم إن النتيجة مش هي اللي هتعرف، هو لسه بيتعلم. في اللحظة اللي بطل بيقول فيها أنا ما أقدرش وقال فيها أنا لسه بتعلم، مش قال أنا بقى بقيت شخص قوي، لأ، قال أنا بقيت شخص سمح لنفسه إنه يكمل. ولكن يبقى السؤال، إزاي نخلي الجملة دي تتحول من مجرد كلام لعادة جديدة في عقلنا؟ ده هيكون تمرين إعادة البرمجة معانا النهاردة. أخيرا وصلنا لآخر الحلقة، ولكن قبل ما نمشي عايزة أسألك سؤال صغير. لما آخر مرة غلطت، إيه كانت أول جملة قلتها لنفسك؟ يمكن كانت أنا غبي، أو أنا فاشلة، أنا عمري ما هعرف. ومعظمنا على فكرة ما بيلاحظش الجملة دي، وهي بتطلع وتعدي كأنها حقيقة. ولكن من النهاردة هنعمل حاجة اسمها دقيقة لإعادة البرمجة. يعني إيه؟ يعني كل مرة تسمع نفسك بتقول أنا ما أقدرش، مش عايزاك تجادلها، وما تطردهاش، وما تقاومش، وما تتخانقش حتى معاها، ولكن اسأل نفسك أنا ما أقدرش ولا لسه ما اتعلمتش؟ في فرق طبعا. احنا ما قلناش أنا أقدر، لأن يمكن أنت لسه تكون ما تقدرش، وده طبيعي. ولكن في فرق كبير بين إنك ما تعرفش النهاردة وبين إنك ما تعرفش خالص. فكل مهارة عندك دلوقتي كانت في يوم من الأيام ما كنتش تعرفها، زي المشي، الكتابة، القراية، تستخدم التليفون، حتى الكلام، كل ده اتعلمته. يبقى ليه لما تيجي مهارة جديدة أو تحدي جديد تتعامل مع نفسك وكأن أول محاولة هي الحكم الأخير؟ مش عايزك تتعامل مع نفسك كده. فمن النهاردة كل مرة تسمع الجملة القديمة غير كلمة واحدة بس، من أنا ما أقدرش، ولكن أنا لسه بتعلم، لسه بتمرن، لسه بجرب، لسه ببني. فالكلمة دي برغم إنها صغيرة جدا، لكنها بتسيب باب مفتوح، وبعض الأبواب اللي كل اللي كانت محتاجاه هي إن هي ما تتقفلش بدري. فيمكن بعد الحلقة دي مش هتصحى بكرة وانت واثق في نفسك، وده طبيعي ومش ده اللي أنا عايزاه. ولكن أتمنى لما يجي الصوت القديم ويقولك أنت ما تقدر، يبقى في صوت تاني أهدى، مش أعلى ولا أقوى، ولكن أصدق، يمكن لسه. والفرق بين الشخص اللي فضل مكانه والشخص اللي اتغير ما كانش إن واحد فيهم ما خافش، ولا إن واحد فيهم كان أذكى. الفرق
إن واحد منهم اعتبر إن هي درس والتاني اعتبرها حكم. ولو وصلت لحد هنا عايزاك تكمل جملة واحدة بس في الكومنت، وهي الشيء اللي كنت فاكره إني مقدرش عليه ولكن اكتشفت إني لسه بتعلمه هو، وكمل الجملة. اكتب أول حاجة جت في بالك، على الرغم إنها ممكن تكون بسيطة ولكن يمكن تبقى أول مرة تدي لنفسك فرصة جديدة. وافتكر دايما إن العجز مش لما ما تعرفش تعمل الحاجة، إنما العجز لما تصدق إنك مش هتتعلمها أبدا. وأشوفكم في الحلقة الجاية وفي خطوة جديدة من مشروع إعادة البرمجة.